اخل بنفسك من شوائب المادة، واحصر تفكيرك في هذه التعاليم الروحية، واستجمع لها روحك وقلبك، واستمع لها كما يستمع الجندي المطيع أوامر القائد المحبوب الحازم المطاع، فإنك ستفهم منها فلسفة رائعة في تكوين الأمم وأعلام الجهاد ودعائم النصر، وتستطيع أن تلخص مقاصد هذه الآيات الكريمة في هذه الجمل: أولا، على المؤمن بالدعوة أن يعمل لها. ثانيا، أجر العمل أفضل من حرمان القعود. ثالثا، إذا قصر المؤمن في الجهاد عوقب واستبدل به غيره. رابعا، حسب المجاهد ثوابا أن رضيه ربه لهذا الميدان. خامسا، في واقعة الهجرة العملية آية ذلك ودليله. سادسا، لا عذر لقاعد عن نصرة الحق مهما كان، فإنما هو النفير العام. ولد الإمام الشهيد حسن البنا في المحمودية في 14 من تشرين الأول من عام 1906 للميلاد، وقضى بها سنوات عمره الأولى، ومنذ صباه المبكر نمت معه الرغبة في الإصلاح على نهج الإسلام. ففي مدرسة الرشاد الإعدادية كان متميزا بين زملائه، مرشحا لمناصب القيادة بينهم، حتى أنه عندما تألفت جمعية الأخلاق الأدبية وقع اختيار زملائه عليه ليكون رئيسا لمجلس إدارة هذه الجمعية، غير أن تلك الجمعية المدرسية لم ترض فضول هذا الناشئ وزملائه المتحمسين، فأنشأوا جمعية منع المحرمات. ثم تطورت الفكرة والتحق بمدرسة المعلمين بدمنهور، وأنشأ الجمعية الحصافية الخيرية. بعد انتهائه من الدراسة في مدرسة المعلمين في دمنهور انتقل إلى القاهرة، وانتسب إلى مدرسة دار العلوم العليا، واشترك في جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية. ثم اجتاحت مصر موجة من الإلحاد والإباحية على إثر الانقلاب الكمالي في تركيا وإلغاء الخلافة الإسلامية، وكان لهذه الموجة الإلحادية رد فعل قوي في الأوساط الإسلامية عامة، وفي نفس الأستاذ البنا خاصة، فكان يتحدث عن شعوره لكل المتصلين به من الزملاء. وكان ممن اتصل بهم السيد محمد رشيد رضا، والأستاذ الأكبر محمد الخضر حسين شيخ الأزهر السابق، وقد تحدث معهم في ضرورة مواجهة الموقف بعمل إيجابي، فأثمرت هذه الجهود صدور مجلة الفتح. حصل الأستاذ البنا على دبلوم دار العلوم العليا سنة 1927، وكان أول دفعته، وعين معلما بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية الأميرية. ولما استقر به المقام في الإسماعيلية ساءه أن يعرف أن المسلمين في البلد منقسمين بسبب خلافات دينية، فاعتزل جمهور المسجد وتوجه إلى جمهور المقاهي، واشتغل بهم في النصح والتدريس. وفي ذي القعدة سنة 1347 هجرية آذار سنة 1928 ميلادية زار الأستاذ البنا أولئك الإخوة الستة: حافظ عبد الحميد، وأحمد الحصري، وفؤاد إبراهيم، وعبد الرحمن حسب الله، وإسماعيل عز، وزكي المغربي، وهم من الذين تأثروا بالدروس والمحاضرات التي كان يلقيها. وكانت بيعة، وكان قسما أن يعيشوا إخوانا يعملون للإسلام ويجاهدون في سبيله، فكانت جماعة الإخوان المسلمون. وانطلقت الدعوة المباركة فكسبت الأنصار والجنود ولاقت نجاحا، وتوسع نطاقها وانتشرت في العديد من الأقطار، وأخذت على عاتقها مهمة تعبيد الخلق لله عز وجل، ومحاولة إقامة دولة الخلافة الإسلامية. وفي مساء يوم السبت 14 من ربيع الآخر لعام 1368 هجرية، 12 من فبراير لعام 1949 ميلادية، عندما كان الإمام حسن البنا يغادر جمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس بالقاهرة،
اغتالته يد الغدر والخيانة.